ازيكم يا كل اصحابنا. هنشوف دلوقتي الحدوته الحلو. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق، اشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. انا اقوى منك طبعا يا هالك يا اخضر. انا هالك الاحمر واقوى منك. انت بتستهبل ولا ايه؟ انا هاكل الاخضر وبنيه واحده بس مني اطيرك او امشيك من الغابه دي واديك غابه تانية. ايه طب وريني كده يا جميل. تعالى بقى بص، خد يلا مني بوكس. وانت خد بوكس، وانت خد بوكس. وانت خد بوكس، وانت خد بوكس. في ايه يا ام سيمبا؟ مالك جايه بتجري من هناك كده ليه؟ هالك الاخضر وكمان هالك الاحمر مبهدلين بعض وعمالين يضربوا بعض، ده يقول لي ده الاقوى ده الاقوى، والحيوانات خايفه جدا. لازم تتصرف يا ابو سيمبا. يا دي النيل على هالك الاحمر وهالك الاخضر دول. طيب انا هتصرف دلوقتي وهروح لهم. انا مش عارف انا ايه ده. هالك الاخضر ده وهالك الاحمر عاملين دايما دوشه في الغابه، وهي كانهم مفيش ابطال غيرهم يعني، وانا وانت مش موجودين ولا ايه؟ هو هو خليهم يعملوا دوشة، خليهم. ده هم على طول في دوشة كده. انا وانت موجودين اهو، بس تعالى نلعب. سيبك احنا ما نعملش حاجات شريرة زي كده. انا جايلكم اما اشوف اخرتها معاكم ايه. كل شوية خناق خناق. انا جايلكم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس اسكت انت هو، بطلوا خناق بقول اهو يا ملك الغابة. انا سبته بس عشان خاطرك انت. سبتني ايه؟ ده انا ممكن اضربك، ممكن اقطعك. انا مش قلت بطلوا خناق؟ واسمعوني كويس، انتوا الاتنين عاملين مشاكل كبيرة جدا في الغابة، فانا قررت خلاص ان واحد فيكو لازم يسيب الغابة ويمشي. واحد بس هو اللي يقعد في الغابة، واللي هيفصل ما بينكم حكاية. يعني انت يا هالك يا احمر تحكي لي حكاية، وانت يا هالك يا اخضر تحكي لي حكاية، واللي حكايته هتعجبني اكتر هو ده اللي هيقعد في الغابة والتاني هيمشي. طيب انا بقى واثق من نفسي جدا يا ملك الغابة، وانا هبتدي الاول احكي لك حكايتي، وشوف لو عجبتك خليني انا اللي اقعد في الغابة. يا كنجور يا كنجور يا ابني، انا سمعت ان الواد سيمبا بقى نوتي. اوعى تلعب معاه، كل الحيوانات بتقول عليه ان هو نوتي، وانا جيت عشان اخدك عشان ما تلعبش معاه. يلا يلا يا حبيبي نروح على بيتنا، واوعى تلعب مع اي حيوان نوتي. مامتي يا مامتي، هو صحيح سيمبا نوتي؟ ايه ده، كل الحيوانات بتقول عليه ان هو بقى نوتي، وقعدوا يقولوا كده ما تلعبوش معاه ما تلعبوش معاه ما تلعبوش معاه. يعني انا العب معاه ولا ما العبش معاه؟ فهميني بقى. ايوه يا بطوطه يا ابني، انا سمعت كل الحيوانات بيتكلموا في الموضوع ده. طالما هو بقى نوتي خلاص اوعى تتكلم ولا تلعب معاه، ملناش دعوه بيه. يلا يلا بسرعه يا كتاكيت، يلا ندخل على عشتنا. يلا لحسن كل الحيوانات بتتكلم وبتقول ان سيمبا بقى نوتي وبيضرب كل الحيوانات الضعيفة، واحنا لازم نستخبى في عشتنا عشان احنا فراغ صغيرين وده ممكن يضربنا. يلا يلا بسرعة على العش بتاعنا. يا بابا يا ملك الغابة الحقني، لازم تتصرف وتعرف ايه اللي بيحصل ده. انا كل ما اروح الصبح العب مع حيوان من صحابي يجري ويقول لي ابعد عني يا نوتي، وفي الاخر وانا جاي سمعت الفرخه بتقول لعيالها الكتاكيت يلا ندخل عشنا لحسن سيمبا النوتي جاي وممكن يضربنا. انا هضربهم بردك يا بابا، انا نوتي. ايه اللي خلاهم مره واحده يقولوا عليا كده؟ انا ما عملتش حاجه خالص. ايه ده انت مش نوتي خالص، ده انت طيب وجميل، ده انت كفايه ان انت ابن ملك الغاب. ازاي يقولوا عنك كده؟ يا نهار ابيض، هو انا هسكت؟ ده انا ملك الغابه، مش هسكت لهم. انا دلوقتي هبعت اجيب عمك نمر ونشوف في ايه الموضوع ده. ازاي يقولوا على سيمبا الجميل نوتي؟ ما يا بابا يا بابا، عم عسد بعتلك مع العصفورة بيقولك تعالى ضروري عشان هو عايزك في حاجة مهمة. شكله كده عايزك عشان الحيوانات كلها رفضت تلعب مع سيمبا وبتقول عنه ان هو نوتي. انا بصراحة ما شفتش منه اي حاجة نوتي، ومش عارف ايه اللي خلى الحيوانات كلها تتكلم عليه، بس عمو سيمبا عايزك وانا جيت ابلغك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي الحيوانات بتقول على سيمبا ان هو نوتي؟ ده سيمبا ده طيب جدا، وانت يا حبيبي اوعى تتغير من ناحيته. سيمبا ده زي اخوك ومتربي معاك، اوعى تتغير من ناحيته ولا تسمع كلام اي حد يقول عنه انه نوتي. وانا دلوقتي هروح عند عمو اسد واشوف مين الكذاب اللي طلع الاشاعات دي على سيمبا. ده سيمبا طيب جدا. سكار يا عبقرينو، تصدق يا سكار انت من كتر ما انت اي حاجة بتقولها بتمشي مظبوط،
خلاص انا بعد كده مش هفكر وراك تاني. خطتك ماشية ايه؟ عنب عنب يا سكار. عايزة اقولك كل الحيوانات صدقت ان سيمبا نوتي. وفعلا خطتنا بدأت تنجح وهيكرهوه بكرة، يكره ابوه كمان، وتبقى انت ملك الغابة يا سكار يا حبيبي. طبعا شكرا لرأيكم فيا ان انا ذكي. انا اصلا ذكي من زمان. الخطة هتمشي تمام التمام طالما ابتديناها بالواد سيمبا العيل ده اللي عايز يبقى ملك، يبقى اكيد هنبقى احنا الملوك. يلا بس يا اتباع روحوا شوفوا ايه اللي بيحصل في الغابة وتعالوا بلغوني. ايه يا ملك الغابة اللي بيحصل ده؟ ازاي الحيوانات يقولوا على سيمبا الطيب يقولوا عليه غلبان؟ ايه اللي حصل يا سيمبا وخلى الحيوانات يكذبوا الكذبة الكبيرة دي ويقولوا عنك كده؟ انت عملت حاجة يا حبيبي؟ انا والله يا عمو ما عملت حاجة خالص، والله يا بابا ما عملت حاجة، لازم تصدقوني. انا كنت قاعد في بيتنا طول اليوم، وهم طلعت بره لقيت الحيوانات مش عايزين يلعبوا معايا، والفرخة كمان خايفة مني وبتقول لعيالها ادخلوا جوه العشة لا سيمبا يدوس عليكم او يقتلكم. وانا لا يمكن اقتل حيوانات، انتوا عارفين ان انا طيب جدا. طيب خلاص احنا هنبعت حد من الطيور يلف في الغابة من غير ما ياخدوا بالهم، لان لو انا رحت وسألت ايه اللي عامل كده اكيد هيخبي، رغم ان انا شاكك وتقريبا عارف مين اللي عمل كده، بس مستغرب قوي من الحيوانات ان هم صدقوا. بس هنعمل ايه، حيوانات غلابة. بس على العموم هكلف طير من الطيور يروح يبحث في الموضوع ويجي يبلغنا باللي حصل ونعاقب اللي عمل كده. يا خفاش انا جيت لك انت مخصوص عشان كل الحيوانات لما بتشوفك نايم على الشجرة مقلوب بيفتكروك نايم. عايزك تروح تقعد فوق كل شجرة وتعمل نفسك نايم، بس تسمع وتشوف ايه اللي بيحصل، وتيجي تقولي وتشوف مين اللي عمل الخطة الوحشة دي على سيمبا. انت عارف طبعا ان هما بيقولوا ان سيمبا نوتي وسيمبا ده طيب جدا، ده انا اللي مربيه. ماشي يا خفاش؟ يلا روح يلا، انا عايزك ما تتأخرش علي. ماشي. مع اني فعلا عايزة انام، بس هطير دلوقتي وهروح اشوف مين اللي عمل كده، وهاجي ابلغك يا نمر عشان تبلغ ملك الغابة. ايوه يا سكار رجعت لك تاني اهو، زي ما انت قلت عشان ابلغك باللي بيحصل في الغابة. ما فيش حاجة جديدة بتحصل، كل الحيوانات خايفة ومستخبية، بس انا مش شايف اي تقدم. انت قلت لي انه هيحصل تقدم، فين التقدم ده؟ مفيش حاجة هتحصل يا زكي، اصبر بس شوية كده واحنا نعمل في سيمبا ده اي مغرز تاني. ما هو اكيد يعني هيطلع يلعب، يعني هو هيسكت؟ ما اكيد هيلعب. بص، احنا سيمبا ده اخر ما نزهق ممكن نموته. يعني احنا دلوقتي قلنا لكل الحيوانات ان هو نوتي، طيب ممكن بقى ايه نوقعهم فوق الجبل ونقول هو كان بيزق حيوان فالحيوان زقه، وكده كل الحيوانات هتصدقنا، ما هم عارفين ان هو نوتي وممكن يزق اي حد او يضايق اي حد. خلاص عرفت ان انا مخ كبير ولا ما فهمتش؟ يا سلام يا سلام عليك يا سكار وعلى خطتك العظيمة. هو في زي مخك؟ هيجي يوم وهتبقى انت الملك، عشان بصراحة ما في زي مخك. ولما تبقى الملك لازم انا ابقى الوزير. النمر ده يتشال خالص، ما تحطوش في حساباتك، انا اصلا بكرهه وما بطقوش، ده نمر غتت ورخم هو وابنه. يا ملك الغابة، انا عرفت مين اللي عمل كل ده في سيمبا، وفيك انت كمان يا نمر. كانوا الضباع ومعاهم سكار، كانوا بيتفقوا ان هما يمسكوا الحكم بعديكوا، ويمشيك يا نمر ويمسكوا الضباع هما الوزراء، وكمان يمشوا ملك الغابة ويبقى سكار الملك. وانا سمعتهم وهما بيتكلموا وقالوا لو الموضوع اللي بيحصل ده دلوقتي ما عملش حاجة هنموت سيمبا، وجيت بسرعة عشان اجي اقولكوا يا رب يكون راضي عني بقى يا ملك. طبعا راضي عنك. ماشي. سكار ده لازم ما يتسكتلوش. يلا يا نمر، مشي سكار من الغابة كلها، ومش هو وبس،
والضباع الوحشين اللي عمالين يعملوا شر كتير عشان يخلوا ابني سيمبا شكله قدام الناس وحش ويمشونا احنا كمان. يلا بينا نروح نمشي سكار والضباع من الغابة. هاي يا ملك الغابة، دلوقتي انت سمعت الحكاية اللي انا حكيتها، ايه رأيك فيها؟ هتسيبني بقى انا اقعد هنا في الغابة ولا لأ؟ مش هقدر اقرر دلوقتي يا هرق يا احمر، هنستنى بكرة لما هرق الاخضر هيحكي حكايته، وهنا بقى هختار ما بينك وكمان ما بينه، وهو واحد بس فيكو اللي هيقعد في الغابة. استنونا بكرة يا صحابي، هالك الأخضر هيحكي حكايته.